هنرجع تاني يا عبدو لموضوع الاطباء والادويه، ونشوف تعليق من دكتور خالد سمير عضو مجلس نقابه الاطباء. صباح الخير دكتور خالد. صباح النور يا فندم. صباح النور على حضرتك. في البدايه يعني عايزين نعرف اسباب زياده الاسعار على هذه الادويه. هو الحقيقه كان في مشكله كبيره سياسيه في السياسه الدوائيه في مصر، وهي سياسه التسعير. التسعير هو تثبيت سعر الدواء بغض النظر عن تكلفته. طبعا تم تسعير لادويه منذ عشرات السنين، وتغيرت قيمه العمله وتغيرت تكلفه الدواء، حتى اصبح انتاج الدواء بسعر اقل من سعر التكلفه بتاعته، اقل من التسعيره، مما نتج عنه توقف الشركات عن انتاج هذه الادويه وندرتها في السوق ثم اختفائها تماما. ده طبعا بيشكل لنا كاطباء مشكله كبيره جدا، ان انا اكتب دواء والمريض يعني يبحث في ادويه اختفت ملهاش بديل يا دكتور؟ وفي ادويه ملهاش بديل، وفي ادويه لها بدائل، لكن الفرق كبير جدا في السعر. قد يكون تعجيزي بالنسبه للمريض، اللي هو يعني تلاقي الدواء ب3 أو ب4 جنيه في المسعر، وبديله ب100 جنيه او اكثر. فطبعا السياسه القديمه وهي التسعير سياسه يعني تسببت في مشاكل كبيره، منها ان ادويه كثيره من المستورده لا يتم تسجيلها خوفا من التسعير، وخاصه ادويه الاورام وبعض ادويه القلب وجراحه القلب وغيرها، وهي ادويه طبعا مهمه جدا جدا وفيها مسائل حياه او موت، فبينتج عن ذلك تهريبها. وعند التهريب او دخولها بشكل غير قانوني لا نضمن صلاحيه الدواء القادم للاستعمال او التلاعب به، سواء في التركيب او لان طبعا ما بيبقاش عليه اي نوع من الرقابه، فدي مشكله ثانيه. لازم نكون واقعيين، وان يكون هناك تسعير جديد للادويه يتضمن تكلفه تصنيع الدواء مع هامش ربح معقول لتشجيع الشركات وتشجيع الاستثمار في القطاع الدوائي. دكتور خالد، مين المسؤول عن وضع هذه السياسه التسعيريه الجديده؟ احنا بنتكلم على اهم سلعه للناس للمواطنين هي الدواء. وزاره الصحه هي المسؤوله. هناك فكره الان بانشاء هيئه للدواء تكون مسؤوله عن كل هذه المواضيع، وتعيد مراجعه كل الاسعار وكل نواقص في السوق لايجاد صوره توافقيه تسمح طبعا تمنع استغلال المرضى وتمنع زيادات غير حقيقيه في اسعار العلاج، وفي نفس الوقت تضمن استمراريه وجود الادويه في السوق للمريض المصري. شكرا جزيلا.